انا هقول لك بالمقادير والطريقه اللي انا عملتها، ويا ريت اهل الخبره كده تقول لي ايه المشكله اللي خلت الصواني بتاعه البسكوت يطلع جزء عريض وجزء يبقى رفيع زي ما هو كده. طبعا احنا انا ست بيت يا جماعه، وبتعلم زيكم وبستفيد منكم طبعا. ما فيهوش ايه الحكايه دي عيب ولا خجل ابدا والله. انا هنا ضفت ايه معايا هنا 750 جرام من الزبده، كانت طالعه من التلاجة قبلها بتاع حوالي ربع ساعه. ضفت عليهم كوبايتين ونص من السكر البودر، ولازم أن يكون منخول، لان السكر البودر لو انت نخلتيه وركنتيه شويه بيبقى فيه تكتلات، ولو ضفتي بيه على الزبده على طول من التكتلات دي ما تفكش خالص. ضفتهم مع بعض وضربتهم كده مع بعض، وكنت بلم الجوانب من وقت للتاني عشان كل المكونات تختلط مع بعض لغايه لما تديني قوام كريمي ولون الزبده يفتحها اكتر من كده وتبقى هايشه معايا. ماشي حلو كده الكلام. انا ماشيه معاك اهو، ويا ريت تمشي معايا وتقولي لي يا ترى ايه سبب ان جزء من البسكوت يعرض معايا والجزء التاني زي ما يدخل الفرن الحمد لله يخرج معايا. هي النقشه ما راحتش منه ولقيتها حاجه خالص، بس المشكله اللي حصلت لي ان هو في جزء فرش وعرض وجزء التاني زي ما هو. معايا هنا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ. طبعا لازم يكون بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش يكون ساقع. ببدا اضيف بيضه بيضه كويس جدا لغايه لما تختفي معايا، ببدا اضيف التاني. ومن الوقت